ولد دوارنا كنت نبغيه بزاف، وحتى هو. وصلت واحد الوقيته ولات عندي 20 عام، فجا خطبني من دارنا، كنت فرحانه غنموت غنطرطق بالفرحه. كان راجل مزيان راجلي، الله يعمر ليه الدار. تزوجنا هو غير طالب معاشو، ماشي شي واحد لاباس عليه. وكان يقول لي باب الخيمه ما تفوتيش، كلشي جيت لعندك، انت الاميره ديالي. وفعلا كنت جالسه في الدار، ما كان خصني خير، ومكني مشربني. كيخرج بيا اي حاجه احتاجيتها، مسكين على داك الشيء القدر اللي عنده كيسبقني انا الاولى. خرجت نولد، ولدت وليدي حكيم، النور العين. ف الحوايج الزوينه ما كطولش وما كدومش. راجلي مسكين جاه المرض الخيب وتوفى، جاه اكتشفه في المراحل الاخيره وتوفى. ونهار مات لبست عليه البيض، حلفت بيني وبين الله عمر شي راجل ما يجي في بلاصتو، لانه هو حبي الاول والاخر، عمرني غنبغي بحالو. فجلست على وليدي وبغيت نخدم عليه في الدوار، واخا الخدمه ديال العيالات في الدوار صعيبه، ولكن قلت نخدم، عطا الله ما يدار، كاينين التعاونيات وبزاف د الحوايج. للاسف عائله راجلي كل مره يجيبوا لي راجل، وسيرتو واحد خوه كل مره يجيب لي واحد صاحبو، خصك تزوجي، خويا مات، انت باقا صغيره، غيطمعوا فيك، خودي هذا الراجل خودي. وانا في الداخل ديالي كنقول عمر شي واحد ما ينهصر ليا ولدي، عمر شي واحد ما يغوت لي على ولدي، عمر شي واحد ما يضرب ليا ولدي، مهما تكون قرابتي معاه، خويا كاع وما يضربش ليا ولدي. فكثروا عليا بزاف. واحد النهار بت ما صبحت، نزلت للمدينه، نزلت عند واحد الناس من العائله، شدوني واحد السيمانه، ومن بعد لقيت واحد البيت الكرا، وبديت كنخدم في القهاوي، نصيب مسمن، انا كنت حادقه بزاف، نصيب مسمن، نصيب الحرشه، المهم خدامه مزيان، والناس يعطيوني يدوروا معايا، والعيالات كيجيو يتغداو ويحنوا فيا. وليدي كانت واحد جارتي الله يعمر ليها الدار، هي مولات الدار، كنت نعطيها 4000 ريال في الشهر، وشاد لي ديك وليدي بحال تقول ولدها. اللي كنت كنلاحظ في داك الوليد عندي هو شويه قاصح معايا، انا نعطيه، انا النهر ديال الحب، وهو ديما هكا، الا بغيت غير نعنقو كيدفعني. ولكن انا ما كنتش كندير هاد الحوايج، كنقول مسكين باقي صغير، الكاركتر ديالو هكا ما تيبينش حويجاتو، مع ان الاب ديالو ما كانش بحال هكا. فبقيت نخدم في القهوه، ونمشي ندير الميناج على العيالات ونخدم. المهم غادي وكيكبر وكيبدا يقرا، وسيرتو من وصل لافاك، وصل لافاك خاص راك ما عارفين، خاص بزاف ديال الفلوس. بديت نخدم هنا والصحيحه بدات كتقل، واخا كنت في الربعينات، ولكن الصحيحه بدات كتقل، نخدم هنا وهنا وهنا وهنا، ولا عندي شي دهيب بعته، المهم ما خليت شي حاجه فيه. كبر ولدي وتخرج ولدي وخدم ولدي، واول واحد نكر الجميل ديالو هو انا. خدم واحد الخدمه زوينه، ما بغيتش نعطي بزاف ديال لي ديتاي لان غيتعرف. خدم واحد الخدمه زوينه، ولا كيستعر مني، انا مو اللي ضربت عليه الجفاف، انا مو اللي العافيه ديال لي فورنو جاني مرض الراس بها. كنخدم 8 السوايع 9 السوايع حتى 10 السوايع في النهار وانا واقفه على رجليا، تا ولاو فيا لي فاريس في رجلي، ورجلي كيتنفخوا وانا خدامه عليه، وانا نخدم ونضرب تماره، ومبغيش غير نشوفه. وفريمون الا شفتو حدايا ما تقولوش ولدي، لانه كيلبسو احسن لبس، كياكل احسن الماكله، وكيقرا، وما خصو حتى شي حاجه بحالو بحال الناس موظفين في بلادنا الحبيبه. ايوا خدم ولدي، بدا كيجمع شويه الفلوس، شرا طوموبيل، ابخي شرا ابارتمون. انا مرضت، جاتني شي هشاشه العظام، والطبيب قال لي خاصك تبدلي الخدمه اللي كتخدمي فيها، ميمكنش تبقاي واقفه النهار كله، صعيب عليك الحال. انا قلت ماشي مشكل، عندي ولدي اللي ضربت عليه تماره، واش ديك التماره كامله اللي ضربت عليه زعما غادي نساها؟ واش غير نكر خيري؟ انا راه مو. مشيت عنده قلت له ولدي فوالا غادي نطلق هذاك البيت الكرا، وغادي نجي نسكن معاك، راه شنو واقع وها راك الطبيب ويقول لي واش انت مسطيه ولا مالك، سيري جلسي في بيتك، وانا الحاجه اللي نقدر نعطيك 1000 درهم، وماشي سوقيفك، خلصي منها الكرا، خلصي منها، وما تبقايش تبرزطيني نهائيا، لان انا هذاك الجوع والفقر اللي عشت فيه ما بغيتش نعيش فيه دابا. قال الله يا وليدي الله، هذيك العيشه اللي كنتي عايش فيها كنتي حاسب الفقر، كنت كنشري لك السبرديلات غير ديال 1000 درهم 1500، قال لها بقات في السبرديلات وبقات في اللبس وبقات. وداك البيت اللي كنت ساكن فيه، الا كنت كنكره نجي لذاك الحي وندخل لذيك الدار وندخل، ووليدي راني غامره، وباك خلاني وما بغيتش نتزوج. الا ما قلتش لك انا ما تزوجيش، كون تزوجتي كون حسن، كون لقيتي شي واحد لاباس عليك كون نقدني انا وياك، ياك وليدي، ما بغيتش اللي يضربك، ما بغيتش اللي ينصرك. رجعت وقلبي كيقطر الدم وعينيا كيبكيو، الطريق كامله جيت على رجليا وانا كنبكي، والناس كيشوفوا فيا نبكي 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 نبكي، دموعي كيهبطوا، وما نقدرش نحبسهم، باغيه نحبس ولكن ما نقدرش. اويلي انا هذا هو اللي ما بغيتش نتزوج عليه، اويلي هذا هو اللي كنت نكبرها في راسي ونعطيها ليه. الله الله اكبر، ولدي زعما ممكن الدنيا كلها تخونني، صحتي خانتني،
خويا يقدر يخونني اي واحد الا ولدي. فجيت لداري، بديت كنخدم مره ولكن ما قدرتش خصني نخلص، ما بغيتش منو ديك 1000 درهم، ديك 1000 درهم ياكلها. فوليت كنجلس حدا واحد الجامع نسعى وكنجيب هذاك الرزيق وكنخلص به. وهذه عيشتي دابا 5 سنين، ولا سول فيا ولا قال امي مسكينه ولا قال هذه حتى ديك 1000 درهم اللي قال لي نعطيك، لا جا دق عليا وقال لي هذيك 1000 درهم والو. هذه قصه لاله فوزيه من حد السوالم. السيده كتعاود ليا وكتبكي وقالت لي انا راه عندي التليفون وكنكون جالسه حدا الجامع وكنشوف الفيديوهات ديالك وكتعجبيني يا بنتي وانتي بغيتك تعاودي القصه ديالي. وبقات كتبكي مسكينه وقالت لي عندك يا بنتي ما تحطيهاش، انا مزاوقه بك حطيها، يا ربي يشوفها ويعرف شنو دار فيا، راني مريضه بزاف وما بقيتش قاده. فاش كنشوف شي ولد مع مو كيتعامل معاه بالحسنى ومرضي معاها كنطلعها من داخل. ندمت علاش ما تزوجش، ندمت علاش ما ولدتش وليدات اخرين كون نفعوني. يعني انا كنت حاطه كلشي في هذاك خرج خايب. صافي كون ولدت غير 2 ولا 3، لا خرج واحد خايب يخرج الاخر زوين ولا الاخر زوين شويه. فقالت لي ندمت. قالت لي قولي للعيالات اللي رجالهم توفاو ولا طلقوهم ما تضحيش بزاف، ضحي غير شويه، ديري الواجب ديالك، ما ديريش تضحيات كبار، لان كاين اللي كيعترف بها وكاين اللي لا.